تفتكر الأهرامات كانت بس قبور للملوك ولا كان وراها سر أكبر؟ في شائعات وأساطير بتقول إن تحت نهر النيل نفسه في سراديب وأنفاق سرية. الأنفاق دي بتوصل لحد قلب الأهرامات. العلماء لحد النهاردة مش قادرين ينفوا أو يأكدوا الموضوع، لكن فيه دلائل غريبة. صور أقمار صناعية حديثة أظهرت فراغات ضخمة تحت الأرض حوالين النيل والأهرامات، كأنها أنفاق مدفونة. فيه ناس بتقول إن الفراعنة استخدموها عشان ينقلوا الأحجار الضخمة بسهولة من النيل للأهرامات، وفيه اللي شايف إنها كانت ممرات مقدسة سرية وممنوع حد يعرف عنها حاجة. التاريخ بيقول كتير، بس السراديب دي لو اتأكد وجودها فعلا هتغير كل اللي احنا عارفينه عن الفراعنة. انت شايف، هل السراديب دي حقيقة ولا مجرد أسطورة مصرية؟